السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب العالمين. عايزة اكلمكم النهاردة عن القدر اللي مكتوب لنا من قبل ما نتولد اصلا. يعني من قبل ما نتولد كل واحد فينا مكتوب له هيشوف ايه في حياته وهيعيش ازاي، وحياته لو هيعاني من حاجة معينة، كل ده بيبقى مكتوب لنا قبل ما نتولد اساسا. فاوعى تفتكر ان انت ممكن تهرب من قدر مكتوب لك. وهتفتكر لو انت خايف ان في حاجة مكتوبة ليك تعيشها، او وجع مكتوب ليك تعيشه، ان انت بقى هتقدر تهرب منه. فانت مهما تحاول وتعافر في الدنيا وتلف وتدور وتعافر فيها عشان تهرب من قدر مكتوب ليك، فانا عايزة اقولك لو الحاجة دي مكتوبة لك فانت هتعيشها مهما تعمل محاولات كتير قوي عشان تهرب منها. لو مكتوب لك اللي انت تموت مثلا موتة معينة فانت هتموتها مهما تحاول بقى، ومهما تقعد تلف على الدكاترة عشان ما تموتش بالمرض ده، او مهما تعمل. ففي حاجات مكتوبة لينا اللي احنا الحاجات دي هنعيشها. الحاجات دي مش بايدينا، القدر ده مش بايدينا نغيره. القدر ده بيبقى مكتوب، ربنا كاتبه لنا. لو انت ربنا كاتب لك هتعاني معاناة معينة في حياتك، في الحاجات دي انت لا باليد حيلة. يعني الحاجات دي مش بايدك تغيرها. والموت دي حاجة بتاعت ربنا، دي حاجة مكتوبة لنا. يعني احنا قبل ما نتولد مكتوب اللي احنا هنعيش كام سنة، اللي احنا هنموت امتى وهنموت ازاي. مكتوب لنا اللي احنا هنعيش بنعاني ولا مش بنعاني. في ناس بتعاني من حاجة معينة، من مرض معين. فده حاجة مكتوبة لك، انت مش هتقدر تغيرها. مش هتقدر تمسح المرض ده، تشيل المرض ده من جسمك، او مش هتقدر تمسح الموتة دي. ومهما تهرب مهما تروح وتعافر مش هتقدر تهرب منها. فكل المطلوب منك اللي انت تسلم امرك لله، اللي انت تقتنع ان كل حاجة بايد ربنا، بس ان هو ربنا بس اللي قادر يغير الحاجة دي، او ربنا بس هو اللي كتب لنا الحاجة دي. فاحنا المفروض نرضى ونتقبل الحاجة دي. ربنا اللي كاتبها لي، او ربنا كاتب لي اعيش المعاناة دي، او ربنا كاتب لي اعيش مثلا حياتي فيها حاجة صعبة جدا. فالحاجة دي احنا ممكن غير ما يستحملهاش انا هستحملها، او ممكن في حاجة غيري مثلا بالنسبة له صعبة جدا بالنسبة لي تبقى سهلة. في حاجة بالنسبة لغيري سهلة جدا بالنسبة لي انا صعبة. كل واحد عنده معاناته، وكل واحد المعاناة دي مش بإيد انسان. او مش انت مثلا عشان شاطر جدا وفهلاوي وانت كويس قوي بقى فانت مش بتعاني في حياتك. انا عشان شاطر قوي وذكي قوي وربنا بيحبني فانا مش بعاني، عشان كده ربنا ما بيختبرنيش. في حاجات احنا ملناش دعوه بيها، هي مكتوبه لنا. فكل المطلوب منك، فاوعى تفتكر عشان انت حياتك فيها معاناه معينه او في صعوبات بتمر بيها في حياتك ان انت معنى كده شخص وحش وان ربنا مش بيحبك. لا طبعا. مين قال كده ان انت عشان بتعاني كده ربنا بقى مش بيحبني؟ ده ربنا مخليني اتعب كل شويه. لا طبعا، ده المؤمن مبتلى اساسا. ده الانبياء ذات نفسهم اللي هم احسن خلق الله كان عندهم صعوبات في حياتهم وكان عندهم ابتلاءات في حياتهم. هل كده اللي هم كانوش استغفر الله العظيم كانوا وحشين يعني؟ لا طبعا. ده سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام كان اكتر واحد عانى في حياته، عانى في طفولته، اتولد يتيم، عانى في نشر الدعوة وكان بيحصل له ابتلاءات، وناس كتير كانت بتقف قصاده عشان ما ينشوش الدعوة الإسلامية، وكان بيحصل مشاكل كتير جدا في حياته. هل معنى كده ان ربنا مش بيحبه؟ لا طبعا، ده ربنا بيحبه جدا واختاره ان هو يبقى نبي عليه افضل الصلاه والسلام، وان هو نشر الاسلام ودخل الاسلام في دول في العالم كله. عارف الاسلام بسبب سيدنا محمد. فاوعى تفتكر ان انت بقى عشان بتعاني فمعنى كده ان انت ربنا ما بيحبك. فلما يجي عليك لحظه ضعف والشيطان يوسوس لك، ما احنا كلنا بيجي علينا لحظه ضعف. يعني اوقات بيحصل لنا حاجه فبننهار بقى ونزعل ونقعد نعيط وبتاع، فالشيطان فبيستغل اللحظه دي فيقعد بقى يوسوس لنا لا اكيد انت عملت حاجه في حياتك عشان انت حصل لك كده اكيد. بص، ده ربنا ما بيحبكش، ده العبادات اللي انت بتعملها او الحاجات اللي انت بتعملها دي مش جايبه فايده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما يحصل لك كده وبتقعد تفكر بالطريقه دي، وقف نفسك. ما تقعدش بقى ايه تستسلم
للكلام ده. لا، انت اعوذ بالشيطان الرجيم واستغفر ربنا، وفكر نفسك بالانبياء وان هم اكتر ناس مروا بابتلاءات، وفكر نفسك بقصة سيدنا ايوب. يعني سيدنا ايوب اكتر واحد برضو عاش ابتلاء كبير في حياته. يعني هو فضل مريض سنين كتير جدا، مش قادر يقوم، مش قادر يصرف على نفسه، المرض كان عمال ياكل في جسمه، مع انه نبي وكان مستحي اللي هو يدعي ربنا. يعني كان دايما بيقول، انا كانت زوجته لما تقول له انت نبي ادعي ربنا، ادعي ربك ينجينا من اللي احنا فيه، كان يقول انا عشت سنين كتير قوي في رخاء وفي صحتي ويعني ربنا كان مغرقني بالنعم، مستحي ان انا اطلب حاجه منه. وسيدنا ايوب خسر اولاده كلهم، فمعنى كده ان ربنا ما كانش بيحبه؟ لا طبعا. يعني فلما يجي بقى الشيطان يوسوس لك كده، وقف نفسك. ربنا سيدنا ايوب لما دعا ربنا، بس ربنا كده وقال يا رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طبعا ربنا كان شايف اللي وعارف اللي هو بيمر بيه كله، بس كان ربنا مستنيه يدعي. ربنا بيبقى مستني يسمع صوتنا واللي احنا ندعي له. فربنا عوضه. اول حاجه ربنا اداله الصحه والعافيه وقام وبقى اللي يشوفه يقول لسه في شبابه. اداله المال، عوضه باولاد. يعني كان خسر اولاده كلهم، ربنا عوضه. فربنا كريم قوي قوي ورحيم بينا. فمش معنى ومش واحد تاني بقى فهلاوي بقى فاكر ان الدنيا ماشيه بدماغه، يقول ايه لا لا ده انا حياتي ماشيه زي الفل ما شاء الله، ده انا ما بمرش باي حاجه ولا اي، ويبص يا عيني على الشخص اللي بيعاني ويقعد يذل فيه ويقول له لا لا ده انت حياتك ماشيه كده عشان انت بني ادم قلبك اسود، ده انت حياتك عامله كده عشان انت بص روح شوف انت عملت ايه في حياتك. يعني استغفر الله، اوعى تفتكر ان حياتك ماشيه كده عشان انت شاطر وربنا بيحبك وعشان انت بص شخص نضيف من جواك. لا، ده نصيبك، ده نصيبك. ربنا رزقك برزق معين. فانت مثلا عندك فلوس كتير جدا، حرم منها واحد ربنا ما ادهاش لشخص تاني، فما تقعدش بقى تذل في الشخص التاني ده وتتكبر عليه بفلوسك او تكبر عليه بوظيفه معينه انت فيها. لا طبعا ربنا قادر يحرمك من كل ده، فاحمد ربنا ونصيبك. ممكن الحاجه اللي ربنا اداها لك وحرم غيره منها مثلا، ربنا برضو اداله حاجه مش موجوده عندك، بس هو بقى مش بيتفشخر وهو مش بيعرف بقى يتقنع على الناس. لا لا، هو راضي بحياته حلو ووحش وراضي بيها. فدورنا اللي احنا نبقى رحماء مع بعض، يعني كل واحد يبقى رحيم بنفسه وبغيره. افتكرت كده قصة حد حكاها لي يعني من فترة، ان هما كان مجموعة موظفين شغالة في شركة معينة، فالشركة دي اتخصصت يعني في حد خدها فايه مشوا موظفين كتير منها. فكان في واحد بقى من ضمن الموظفين الموجودين في الشركة اللي ما مشوش عمال يتقنعر بقى على اصحابه، يعني يتقرع يعني على الناس اللي مشوا. لا لا ده بص ده انا عشان السي في بتاعي جامد جدا، انا شاطر جدا، انا ما اقدرش يستغنوا عني، انا الشركه ما تعرفش تمشي من غيري اساسا. اما انتوا بقى عشان اي كلام ومش عارفه ايه فانتوا ايه استغنوا عنكم، اما انا محدش يقدر يستغنى عني، انا مش عارفه ايه، انا استغفر الله العظيم يا رب. فكان ده تفكيره ان هو ما مشاش من المكان ده عشان شطارته وفهلوته، مش عشان ده نصيبه ولا ده قدر ربنا للناس. يعني كلهم كانوا شغالين وكلهم بيعملوا اللي عليهم، بس نصيبهم فجاه لقوا نفسهم اتفصلوا من شغلهم وخلاص مفيش مصدر رزق. فكان دايما يعني ايه يقول لهم الكلام ده. فالناس اللي مشت مش عارفه كانوا 3 4 اللي مشوا، سبحان الله ربنا رزقهم باماكن تانية. يعني في منهم عانى شويه، في منهم لقى شغل على طول، في منهم عانى شويه. فده اختبارات من ربنا، ده اختبار من ربنا حطهم فيه عقبال ما لقوا اماكن تانية. بس سبحان الله لقوا اماكن تانية احسن، اللي فتح حاجه ليه وبعد كده ربنا كرمه، اللي لقى وظيفه تانية. فربنا يعني ايه ما بينساش حد. بس اللي ضايقني موقف الشخص اللي كان عمال يضايق في زمايله اللي هو كان معاهم عيش وملح، وفاكر ان هو ما مشاش من شغله عشان ده هو بيرفكت، هو احسن منهم كلهم.
لا طبعا ده نصيب وده رزق، وربنا بيبقى كاتب لكل واحد هيشوف ايه ويعيش ازاي وهيموت ازاي. كان موقف الناس، في ناس في مثلا حد مات موتة معينة، طفل مثلا الله يرحمه ويغفر له يا رب، مات موتة معينة، في ناس طالعة تقول لا لا ده اهمال من الام والاب وده مش عارفة ايه. ده قدره، ده قدره يموت الموتة دي، يعني ولا امه موتته ولا ابوه موته، هو قدره اللي هو يموت الموتة دي. ففي حاجات اقدار كده لا باليد حيلة، مفيش في ايدينا حاجة اللي احنا نغيرها. فكل اللي في ايدينا في الوقت ده اللي احنا نسلم لامر الله، اللي احنا نرضى ونسلم لامر الله، اللي احنا نصلي وندعي كتير جدا جدا ونقول يا رب يا رب احنا مسلمين امرنا اليك، يا رب انا مؤمن ومسلم امري اليك، يا رب انا عندي ثقة كاملة ان انت قادر تغير حياتي، يا رب اكبر بخاطري. الحق في الدعاء واللجوء الى الله هو الوحيد اللي يعني ربنا هو الوحيد اللي قادر يقلب حالك في ثانية، في ثانية الأحوال بتتغير والحال بيتغير. فممكن ربنا يستجيب لدعاء، مش ممكن، أكيد مع الدعاء والإلحاق ربنا هيستجيب لدعائك وهيكبر بخاطرك وهينصرك على أي حد، وربنا هيغير حالك وحياتك الصعبة دي لأحسن مما تتخيل، يعني زي ما انت عايز وأحسن كمان. لو ساعات مثلا نبقى احنا مستنيين الرزق من باب معين وعمالين ندعي ونصلي ونعيط وعندنا ثقة كاملة بالله، لازم تكون عندك ثقة ان ربنا قادر يغير الحال ده، ما تبقاش مهزوز كده، لا عندك ثقة هو ربنا هيغير لي حالي ان شاء الله، ربنا هيكرمني. واحنا ساعات بنبقى مستنيين الفرج من باب معين، فربنا سبحانه وتعالى يفاجئنا ويفرج علينا من حتة تانية اوسع واكبر واحلى من اللي احنا كنا مستنيه، ومن احسن من اللي احنا كنا منتظرينه. فدايما ما تلجأش لحد، والجأ لله بس عز وجل، وربنا يا رب يكرمنا ويكبر بخاطرنا كلنا، والصعب يعدي ان شاء الله، هيعدي وهيبقى في نهاية للأيام الصعبة. لو كلامي عجبكم يا رب ما تنسوش بقى تدعموني وتنشروا الفيديو، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا، وشكرا جزيلا.